صباح الخير. صباح الجمال والغنى والمحبة والأصالة. صباح عشق الروح، عاشق الروح، العبقري العظيم كبير اليوران في رياسة الشعر، الأستاذ حسين السيد، وعبقري العباقرة وعبقري المزيكا الموسيقار محمد عبد الوهاب، توزيع أندريه رايدر، غنوة سنة 49، يعني بقالها دلوقتي 75 سنة، قرن إلا ربع. إيه الفن العبقري العظيم اللي يفضل السنين دي كلها وبعدين تسمع الغنوة تلاقيها عاملة زي السمكة اللي طالعة من البحر طازة عمالة تلعلط؟ كلام، صوت، توزيع، أداء، محطوطة في فيلم. أنا من وجهة نظري اللي قد كده، اللي ما تسويش أي حاجة غير عندي أنا بس، هو أعظم فيلم في تاريخ السينما العربية كلها. الفيلم طبعا قصة وسيناريو وحوار وإخراج أحد عباقرة مصر الأستاذ أنور وجدي. غزل البنات، غزل البنات. أنا مش بتاع سينما، بس بحس والحمد لله منطقة الجمال عندي ما حدش فسدها أبدا، ولا الجن الأزرق فسدها، وفضلة زي ما هي بتطلع لك زي السمكة اللي طالعة من البحر طازة. لكن بتكلم على كلام أغنية، وأغنية صوت وكلام ولحن وتوزيع، والباك جراوند نفسه، عياط الريحاني وسهواكة ليلى مراد ايه الجمال ده؟ ايه مصر الجميلة المحلوة دي؟ ايه مصر بنت اللذينة العبقرية دي؟ ليه يا عين ليلي طار؟ ليه يا عين دمعي سال؟ يا عيوني حبايبي ليه هجروني؟ ليه يناموا وانت تصحي يا عيوني ليه؟ وكم من فجر صحيته وصحاني على عهودي، وحتى العين في غفلتها بتصحى، دموعها في وجودي تسبح في الفضاء، شغلني عن حطب عودي، وهبت وجودي علشانه وعمري ما عشت لوجودي، ضحيت هنايا فداه، اشهد عليه يا ليل، وحعيش على ذكراه، اشهد عليه يا ليل، هايم على دنياه زي الضحى والليل، يا ليل يا ليل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ إيه الكلام ده؟ ايه الناس دي؟ وايه محمد عبد الوهاب ده؟ وايه الفن النقي اللي كان بيطلع في زمن نقي بيوصل 75 سنة؟ بقول لك 75 سنة، وكل ده وانت مش داري يا ناسيني وانا جنبك. حاولت كتير ابوح واشكي واقرب شكوتي منك، لقيتك في السما عالي وانا في الارض مش طايلك، حضنت الشكوى في قلبي وفطمت روحي على امالك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الناس دي؟ ايه البرنجي كمانجاتي كان الحفناوي كان لسه اوزي صغير كده. ايه الرصه دي؟ وايه التركيبه بتاعت الكورال والتركيبه بتاعت الموسيقيين، والتركيبه بتاعت وقفه محمد عبد الوهاب، والتركيبه بتاعت الكلام، والتركيبه بتاعت الاغنيه دي امن قومي. دول ناس كانوا مؤمنين بربنا، علشان كده عملوا فن عظيم ومحترم، وعملوا فن بضمير
عشان يعيش لحد دلوقتي 75 سنة، وممكن يعيش بقى إلى أبد الآبدين، ومفيش أي حد قدر يهزه، ولا في حد قدر يهوب ناحيته. لما نيجي نعمل كونتراست ما بين الأغاني اللي بتتعمل دلوقتي، تقول لي بقى ملحن كبير، ملحن عبقري، شاعر عبقري، قول زي ما تقول، ما هو البينة على من ادعى اهو موجودة، اهو الأغنية ديت موجودة اهي، موجودة أبد الآبدين. وإيه صوت محمد عبد الوهاب ده؟ إيه صوت محمد عبد الوهاب ده؟ ويا لهوي يا لهوي نسيت، وإيه عياط الريحاني ده؟ إيه دمعة الريحاني ده؟ إيه الراجل ده؟ الفنان مؤمن بالله، بالفطرة، بالصليقة. يمكن كان حاسس انه كان هيموت فعلا، هو فعلا مات من غير ما يشوف الفيلم، من قبل ما يشوف الفيلم. ايه العياط ده؟ وانور وجدي ما قالهوش ان انت هتعيط ولا هتعمل حاجة، انت هتتأثر وخلاص. بيعيط عياط لازم يخلع البني ادمين وهم بيتفرجوا عليه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الريحاني ده؟ ايه نجيب الريحاني ده؟ وايه ليلى مراد دي؟ ايه ليلى مراد ديت السهوكه والاناقه والألاجة والجمال والرقه والعزوبه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الستات دول؟ الستات دول راحوا فين؟ احنا بندوروا عليهم بعدسه مكبره مش لاقيينهم. وايه الملحنين دول؟ بندوروا عليهم بعدسه مش لاقيينهم. وايه الشعراء دول؟ ايه الشعراء؟ ايه حسين السيد ده؟ ايه حسين السيد ده؟ حسين السيد ده نموذج غير طبيعي، ونموذج مفتري للشاعر الغنائي العظيم، اللي هو طبعا كلنا عارفين حكايته وعارفين قصته، انه كان بيمثل مع محمد عبد الوهاب في يوم سعيد، وبعدين في الحته بتاعت اجري 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 وديني اوام وصلني، فمحمد كريم بيقول احنا عايزين اغنيه هنا، فقال له سيبني انا هكتب لك اغنيه. فقال له جاتكوا نيله انتوا لا عارفين تنجحهم تمثلهم ولا تغنوا ولا محمد عبد الوهاب بذكاء كان اياميها احمد بيك شوقي مات، محمد عبد الوهاب خلاص بقى برك بقى، ما فيش البنزين اللي يمشيه، فقال له اديله فرصه. جاله تاني يوم بأيقونة من أيقونات اللي بيفهم بقى في الشعر، واللي بيفهم في الكلام، واللي عنده ذوق، يعرف ان لغة الخطاب بتاعت حسين السيد في الوقت ده في عشرينيات او ثلاثينيات القرن الماضي، ان لما يكتب كلام اجري 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 وديني اوام وصلني، وصلني اوام وصلني، ده حبيب الروح مستني، والشمس طلعت نامت وصحيت، وانا اللي طول الليل سهران، يا ريتني زيك متهني، اجري اجري. العبقري حسين السيد ده انتشل محمد عبد الوهاب من موت فني بعد موت شوقي بيه. لازم الجو النقي بيفرز، مش بيفرز حشرات اطلاقا، بيفرز ورود ونعناع وجمال ومحبة وحب. مصر دي كانت فظيعة. انا كان نفسي اعيش شهر بس مع الناس دول بس، واقول لهم شكرا للحياة، واروح بقى اسلم امر العزرائيل. ايه الجمال ده؟ وايه الناس دي؟ وايه الحلاوة دي؟ وايه حلاوة مصر دي؟ وايه حلاوة الفن الذي يعكس شكل مجتمع وشكل ناس وشكل هوانم. ويمكن احنا شفنا في الفيلم بتاع غزل البنات ده ستات هوانم، حتى الراقصات الرقاصين مصريات واجنبيات هوانم. ايه ده؟ عشان كده الواحد بيتعصب وبينفعل، علشان احنا عايشين في زمن الولا حاجة، زمن الولا حاجة، شكل ومنظر وكلام
يلا نرجع بس للأغنية بتاعت عاشق الروح ديت. عاشق الروح ديت ماستر سين الأغاني من وجهة نظري اللي قد كده، اللي ما تسواش بصرة عند أي حد، بس تسوى عندي عمري كله وحياتي وأخلاق المهنة وأخلاق وجودي كمصري وأخلاق التذوق وأخلاق الجمال. إن عاشق الروح ديت فعلا عشق الروح ملوش آخر، لكن عشق الجسد فاني. طبعا انا بس يعني بعد فتره انقطاع عن البث في القناه بتاعتي، وانا قلت الملابسات ان انا كنت خلاص ويعني واكتئبت وخلاص. اصحابي قالوا لي لا كمل وحاجات من دي. انا حتى لو الفيديوهات ما عجبتش ناس كتيره وده وارد، خليني اتكلم مع ال20 30 واحد صاحبي. واغنيه من اجمل الأغاني في تاريخ الأغنية المصرية، عاشق الروح، كلمات العبقري حسين السيد، ألحان وتوزيع أندريه رايدر، وألحان محمد عبد الوهاب، وغناء طبعا محمد عبد الوهاب مع الاحتفاظ بالألقاب طبعا، وتمثيل بارونات السينما العربية في ذاك الوقت. صباح الفل. وعشق الروح ملوش آخر، لكن عشق الجسد فاني.